مرسومه فعلا على المعابد المصريه، مرسومه في المعابد المصريه في بني حسن بالمنيا. في مقابر الفراعنه موجوده رسوم ونقوش فرعونيه تثبت ان الفراعنه هم اول من مارسوا رياضه الهوكي. وبرضه يعني توماس باخ اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه السابق اللي هو الزيمبابويه اللي حاليا دلوقتي كوفنتري هي لاعبه سباحه. فكان لما كان بيجي زياره هنا في المتحف الاولمبي كان بيستوقفوا دايما صور الفراعنه وهم بيلعبوا رياضه الهوكي. يعني دايما كده الاقيه هو يجي عند صوره الفراعنه وهم بيمارسوا رياضه الهوكي يقف ويسال طب هو دي اصولها ايه؟ قالوا له دي اصول فرعونيه واول ما مارس رياضه. فدي ترجع ان رياضه الهوكي قديمه واول يعني من اقدم الرياضات الاولمبيه. صحيح. واول من مارسها الفراعنه. فدي طبعا اصولها مصريه، فبالتالي احنا لازم نهتم بيها، نستفيد من ده كمان. أكيد. ونسوق ليه طبعا، يعني نسوق ليه سواء في بطولات يعني قاريه او بطولات عالميه او دورات طبعا اولمبيه. يعني مصر يعني قدمت ان هي تستضيف اولمبياد 2036، فان شاء الله نستفيد بالرياضه القديمه المصريه المنشا بحيث ان تحقق فيها بطولات، لان عندنا فرق يعني عريقه زي فريق الشرقيه للهوكي. فريق ده اسمه موجود بطل افريقيا، بطل افريقيا يعني حاز على بطوله افريقيا الاخيره. اسمه موجود في موسوعه جينيس للارقام القياسيه كافضل فريق رياضي جماعي على مستوى العالم. فاز ب 28 بطوله افريقيه من مجمل 35 بطوله افريقيه. شرفت بكام بطوله معاهم يا دكتور؟ شرفت يعني حوالي 3 بطولات حققتها معاهم. عايزين نتكلم بقى عن الانتقال من دكتور وسام كلاعب لمدرب لحكم لحضرتك دلوقتي كعضو في لجنه المدربين بالاتحاد. تمام. هو بعد طبعا كنت اتنقلت من فريق الشرقيه لنادي الزمالك، ولعبت في نادي الزمالك 6 مواسم تدريبيه. وبعد كده كان جالي اصابه وانا بتمرن في نادي الزمالك، قطع في الرباط الصليبي، فلجأت الى التدريب، وفي نفس الوقت خدت دورات في التحكيم. طورت نفسك بنفسك على طول. بدأت اخذ دورات في التحكيم لغايه ما وصلت ان انا بقيت حكم افريقي وقومي، ويعني مثلت مصر في بطولة أفريقيا في كينيا في نيروبي 2018 و 2000 العام 23 برضه في كينيا. وبمثل طبعا مصر في تحكيم البطولات الافريقيه اللي بتقام في مصر، وفي نفس الوقت كقاضي حاليا يعني في عمر معين بتبقى في مرحله القضاه الجادج يعني. فانا حاليا قاضي مباريات في رياضه الهوكي، وبدير المباريات اللي هي في الدوري الممتاز وجميع يعني المباريات. ايه قصه التدريب والاحتراف في جنوب افريقيا؟ برضو دي مرحله لازم نتوقف عندها ونستفيد منها. تمام. هو طبعا حاليا طبعا في لجنه انا المدربين برضو مع رئيس يرأس هذه اللجنه كابتن مجاهد عبد الرؤوف، وعضويه الكابتن احمد زكريا مدير فني المنتخبات، وكابتن محمد عقول والعبد الله يعني في لجنه المدربين. قصه الاحتراف في التدريب، هو طبعا كان في فريق من جنوب افريقيا بيعملوا تورز يعني رحلات في جميع انحاء العالم. فجم سنه 2006 عملوا مباريات وديه مع فرق مصريه في استاد القاهره الدولي. فكنت انا بحكم مباراه يعني قبل ما هم يلعبوا المباراه بتاعتهم، فتعرفوا بيا وتعرفوا عليا، ويعني قالوا لي يعني ان هم نفسهم ان هم يجوا محافظه الشرقيه يلعبوا على ملعب الشرقيه بقى البطولات. فيعني عملت لهم كونتاكت كده مع المدير الفني بفريق الشرقيه للهوكي كابتن جمال امين ساعتها، وجيهم الفرقه في محافظه الشرقيه وعملوا مباريات مع الفريق الاول لهوكي الشرقيه. وبرضو رحنا استاد القاهره تاني
عملنا بطولات، عملنا مباريات يعني معاهم في استاد القاهره، كانت فرقه من جنوب افريقيا، ويعني الفرقه دي في بلوفنتاين في فري ستيت. يعني حضرتك رحتوا هناك كمان جنوب افريقيا؟ رحنا بقى بعد كده، هم يعني كنت مع كونتاكت معاهم، فاتصلوا بيا